فيديو جديد، اهلا بيكم كل الناس اللي بتتفرج علينا. قصص وحكايات وحركات حلوه كده. وقبل الفطور مع ماهر وعمور. احلى مسا. حبيبي عمور. ايه الدنيا النهارده عندك؟ انت النهارده حدوته. انا احكي بقى المره دي. مم. مر عليا. يلا. بص يا سيدي، الحدوته بتحكيها ست. مم. بتقول انا جوزي توفى وساب لي 3 بنات، وقعدت اربي في ال3 بنات دول لحد ما كبرتهم وعلمتهم وتخرجوا من الجامعات مم. وبقوا على مستويات علميه كويسه وتربيه كويسه. كويس. انا طول الوقت بحاول احافظ عليهم، مم. ممكن اكون بكنترول شويه بتحكم شويه، بس انا خايف عليهم. انا عندي خبره، عندي معلومات كتير في الدنيا. لما ابوه متوفى نزلت السوق واحتكيت بالناس وتعلمت، بقيت شايفه كويس، مم. بعرف اقعد مع الواحد كده اقيمه، ماشي. اقول لك ده كويس ولا وحش. وعشان كده بحاول احافظ عليهم، بقول لهم خدوا رايي في كل حاجه. في اختيار العرسان انا لا كلمه الاولى ولا الاخيره. مم. في اي قرار في حياتهم انا دايما بلجا لاني انصحهم كتير واحاول اوجههم لاني شايف اكتر، مم. وهم لسه يا عيني صغيرين برضو مش فاهمين كويس في الدنيا، فمش شايفين زي ما انا شايف. بس المشكله في الحكايه ان هم زعلانين، بيقولوا لي ان طول الوقت انا بتحكم في حياتهم وبتحكم في مصيرهم، ونصايحي كتير زياده عن اللزوم، وده مم. مضايق. مم. ايه رايك؟ طيب انا طبعا هبدا بدايه المره دي مختلفه ايوه. جدا. وقد جاءت لي الفرصه. ايوه. انت الاول، ايه رايك في القصه؟ حلو انت ايه طبعا، مش رايك؟ الحكايه. جميل. ايه رايك في فكره التحكم ده؟ مناسب للعصر الحالي؟ امم مناسب للعصر الحالي. لو مش مناسب للعصر الحالي يعني في العصر اللي فات كان مناسب. جدا. اشمعنى؟ كل عصر مختلف عن التاني. زمان كأنك بتحكي حكاية جدتي وجدتك، اللي مثلا جدك اتوفى فهي مسكت البنات ال5 بنات وقعدت تربي فيهم وتعمل فيهم وبتاع وتربيهم بقسوة. ليه حضرتك عملتي كده يا تيتا ولا يا ستي ولا بتاع؟ اصل انا كنت الام والاب. سمعناها ايوه. كتير. امم فكانت مناسبة ليه؟ لان البنات ما كانوش متضايقين. لكن النهارده في عامل مهم، انت بتقول البنات متضايقين، فهي مناسبة للعصر الحالي؟ ده سؤال في البداية. شفت ضحكت عليك، بس فايتك تبتدي انت وتتكلم. خبيث. لا خليتك بجد. انت تحكي عادي. اه. اوكي. بص، هي فكره التحكم اصلا يعني طبعا انت معاك حق انه العصور ممكن الكالتشر او ثقافه الناس تتغير شويه من عصر لاخر او من جيل لاخر، يعني صح، معاك حق. وتقبلهم للافعال والسلوكيات. صح. مم. تقبل فعلا الناس في الاجيال ممكن يختلف، ده حقيقي. بس فكره دايما التحكم او الكنترول فكره غير منطقيه. مم. انت لما بتتحكم في حد انت بتفترض انك عارف اكتر منه. اه. ماذا لو وخاف انت على مش مصلحته اكتر منه. ماذا لو بقى انت مش عارف اكتر واحد؟ مم. ماذا لو رايك دعك مم. او قرارك ده غلط؟ مم. مين هيدفع ثمن؟ مين يتحمل مسؤوليه؟ بعض الاباء بالذات، وبعض الامهات، والناس اللي هي بتبقى في مواقع التربيه، ما يرضاش يعترف لنفسه ان هو ممكن يكون على خطأ. مم. للاسف. صح. مش عايز بيستخدم سلطته بدرجه اكتر بكتير من حدود وحريات الابناء. صح. بشوفها ولسه لحد النهارده بيحاولوا يعملوها. في بعض الابناء بيتقبلوا السلوك ده من غير ما يقولوا ان هو مضايقهم، فالدنيا بتبوظ منهم. وفي بعض الابناء بيقف ويصطدم وبرضه الدنيا بتبوظ. صح. بشوف ده كتير. صح جدا. بس خد بالك انه مهما حاولت تتحكم في حد يا عمرو، في الاخر احنا ما صممناش في الدنيا قادرين على التحكم في البشر. طبعا. فانت ما الا ان انت بتتضايق اكتر لانك بتضغط نفسيا اكتر لانك عايز تتحكم في حد، شخص مستقل، له اراده مستقله، دماغ مستقله، نظرته للامور وللدنيا مستقله، ويقدر ياخد افعال مستقله لانه حر في الاخر، برضاك مش برضاك، قدامك من وراك. ففكره التحكم عموما هي فكره غير منطقيه، بتألمك وبتألمه، مم. وفي الغالب التحكم ما بيحصلش مم. يعني. فده فكره التحكم. فكره النصيحه بقى اللي هي بتقول في الحدوته انا طول الوقت بنصحهم وبوجههم لاني شايفه لاني ايوه. اوكي. رجعنا لنفس السؤال اللي قلناه في التحكم، ماذا لو اللي انت شايفاه غلط؟ مم. حتى لو مش هتعترفي. يعني مثلا كل ما بيجي عريس انا برفضه عشان انا شايفاه مش مناسب. لو ما اتجوزوش مين المسؤول؟ ده سؤال مرعب. مم. لو البنات ما اتجوزوش هتقعدوا مع بعض اتس اوكي ان حد ما يتجوز لو حد خد هذا القرار او مش عايز او او لاي سبب ملوش تاني. نصيب. ما لاي سبب مفيش مشكله. بس لو حضرتك اللي بترفضي العرسان طول الوقت بحجه ان انا شايفه وعارفه اكتر، مم. اوكي، ماذا لو ده حصل؟ مين هيدفع الفاتوره؟ مم. هيقولوا لك ايه؟ هو مين اللي هيدفع الفاتوره؟ ده برضه سؤال مهم هنقف عنده. اكيد مش الام. مم. اكيد البنت اللي ما اتجوزتش وكانت عايزه تتجوز في وقت من الاوقات. في نقطه كمان مهمه في الحكايه، انه طيب تعالى نتصور ان في عريس جه وكويس ومناسب من وجهه نظر الام. مم. الاول قبل ما نقول ايه اللي هيحصل بعد كده، خلينا الاول نقف هنا ونقول عرفتي منين؟ عرفتي منين المناسب من وجهه نظرك؟ مم. ابن ناس ومش عارف بيشتغل شغلانه كويسه وعظيم جدا، حضرتك تعرفي احتياجات بنتك ايه؟
في الجواز، تعرفي ايه المناسب لبنتك فعليا جوه ديب انسايد. ايه المناسب لبنتك في الجواز، هي عايزه ايه الاحتياجات النفسيه اللي هي عايزه تملاها من الجواز. هي شخصيا بنتها ممكن تبقى مش عارفه صح. ومحتاجه شويه سيلف اويرنس، محتاجه تشوف جوه نفسها الاول وتعرف عن نفسها اكتر، ويبقى عندها شويه وعي بذاتها عشان تبتدي تقول انا محتاجه اتجوز عشان 1 2 3 4 عندي احتياجات عاطفيه كذا 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 هيملاها شخص بالمواصفات الفلانيه. الام تعرف ده ازاي؟ ما تعرفش طبعا. حتى لو هي سر بنتها معاها، ممكن بنتها ما تكونش بتقول لها كل حاجه، وممكن بنتها يكون عندها حاجات هتتجدد وهتظهر في المستقبل، هتاخد وقت على ما بنتها تفهمها عشان اصلا تقولها لمامتها. يعني انا هنا شايف الموضوع من زاويه، يعني ايتها الام ايها الاب واي حد، انت عمرك ما هتشوف الحقيقه كامله. حتى الحاجات اللي جواك انت شخصيا، انت لما بتقعد تفكر فيها ممكن تفهمها وممكن لا. يعني احنا معقدين جدا جدا، نفسيتنا دي متشابكه ومعقده جدا، محتاجه ان انت يبقى في جزء منها ان انت عارف انك بتكنترول فيه او عارف ان انت تتحكم فيه، وجزء تاني تبقى سايبه للي المفروض يعمله، وهكذا. يعني مش انت اللي تعرف تمسك الامور بقبضه من حديد طول عمرك يعني. صح كده. تعالى ناخد واحده ماذا لو كمان. ماشي. الام دي ما بقتش موجوده في اي وقت في الدنيا، هيعملوا ايه؟ اذا كان هي طول الوقت بتتحكم او بتاخد القرارات او بتنصح او بتوجه أو لو شلنا ده من المعادله لاي سبب، هيحصل هيمشوا ازاي في الدنيا؟ هيتعاملوا ازاي؟ بص يا ماهر، معلش الجزئيه دي لازم اقول فيها حاجه. فكره شغلاني جدا وليها علاقه بنفس الجزئيه دي. الاب والام اللي بيفضلوا واقفين مع اولادهم، ولاد او بنات، وخاصه ولاد، ويقول لك ايه، ما انا خايف عليه ولازم ان انا اللي اديله كل حاجه، ولازم ان انا اللي افضل انا اللي متولي امره. ما هنا ما بيبقاش خلي بالك بحته انا بكنترول، مش بتحكم فيه. هنا بحته اللي هو ايه، من منظور انا بساعد ابني، امال مين اللي هيساعده؟ صح جدا. ما هو ده رؤيتك انت كأب، بس انت او كأم سبتوا العاطفه تتغلب على فكره ان هذا الابن او هذه البنت عندهم عضلات كده معنويه، ما المفروض ان هي تحصل بالتجارب. المفروض يدخل تجارب ويفضل يفشل وينجح، ينجح ويفشل، ويفضل يفشل ويفشل ويفشل، علشان بعد كده هو يقوم يتحرك من نفسه. لكن يا فرحتي واحد عنده يعني 45 سنه ولسه مامته بتديله وباباه بيديله، مش من منطلق العطاء الحنان العادي، لا من منطلق اللي هو اصل انا اللي لازم اخد بالي منه. طب هو ما ياخدش باله من نفسه ليه؟ بس انا عجبتني عضلات معنويه بحسها كده والله، والله العظيم قفشتني. بس بحسها كده جدا. اصل كل حاجه لازم لها، عارف لما يقول لك ايه، عضله القلب ملهاش تمرين، اللي هو الواد المخربش الشجاع ليها تمرين. صح. ان انت تدخل في مواقف وتدخل في قصص وحكايات، وتلاقي نفسك ان انت بعد كده خلاص بقيت قلبك زي ما بيقولوا قلبك قاعد. ايه قلبه قاعد؟ اللي هو بيدخل في القصص ويفوت في الحديد. الشغل كده، والمسؤوليه كده، والخبرات الحياتيه كده. في ناس بتبقى غلبانه جدا عشان بس مامتها، بنت مثلا مامتها مجنباها الحياه، ما ينفعش. يرجعنا للنقطه اللي انت قلتها، انا خدت جمله اعتراضيه كبيره شويه، بس رجعنا للجزئيه اللي انت قلتها. طب ماذا لو الشخص ده ما بقاش موجود؟ البنت دي هتتلطم. حتى يعني من كلامك انت بتقول انا عايز اساعدهم، اوكي، ما تيجي نساعدهم بطريقه تفيدهم. ايوه. ومناسبه ليهم هم، مش حضرتك، ومن وجهه نظرهم هم، مش وجهه نظر حضرتك، في حياتهم هم، مش حياه حضرتك. فتعالى نساعدهم بالشكل اللي هيبقى مفيد ليهم بجد. اوكي، نصايحك مهمه جدا، انت خايف عليهم فعلا، ونصايحك فعلا مهمه. وايوه الست او هذه الام عندها خبرات في الحياه، مش هنرميها، احنا عايزينها جدا كمان. أيوة. وعايزين كل المعلومات اللي عندها، وعايزين وجهه نظرها. بس من فضلك خدي الحاجات دي قدميها كاقتراح، ومساعدي الشخص اللي بياخد القرار انه يتعلم ياخد القرار بنفسه. طبعا. لو شايفه ان هي قاصر او مش بتفهم او مش ذكيه كفايه او ما عندهاش خبره كفايه فمش هتعرف تاخد قرار، بدل ما نديهولها بمعلقه، تعالى نعلمها تاخد القرار. تعالى نعلمها ازاي ممكن تعمل كده. فجاء العريس في عيب ما، اوكي يا بنتي انا من خبرتي في الدنيا شايفه ان العيب ده موجود. اولا ينفع تروحي تتاكدي العيب ده موجود ولا لا؟ شايفاه معايا ولا مش شايفاه؟ طب لو مش شايفاه، طب التصرف الفلاني اللي هو بيعمله ده تفسيرك ليه ايه؟ هل ده عشان العيب موجود ولا لا؟ طب تحبي نقرب شويه ونستكشف، ولا العيب ده اخطر من ان احنا نقرب؟ فدي الطريقه بتاعت انه تعالى نفكر بصوت عالي. طب انت شايفه ايه؟ طب انت شايفه انه تقدري تستحملي العيب ده ولا لا؟ مش عارفه يا ماما. اوكي، نعرف ازاي؟ محتاجه اتعلم، محتاجه اقرا، محتاجه ادور، محتاجه اسال ناس، محتاجه اشوف خبرات، محتاجه اجرب شويه. مره في مره مع هذا التشالنج، هذا التحدي في الافكار. مفيش مشكله خالص ان اقدم نصايحي كمقترحات. اقتراح. التوليفه دي ممكن تخلق ناس تقدر تقف على رجليها، تاخد قراراتها بنفسها وتتحمل مسؤوليه القرارات. القرارات هي اللي واخداها بناء على بحثها
فهي اللي تتحمل المسؤوليه وتدفع الفلوس. طيب اخر حاجه عايز اقولها صغيره، بما انك انت برضو اللي بيبقى دايما عندك اوكي، نقطه، الحته اللي بتبقى في الاخر دي. أيوة. بس حقيقي جات لي دلوقتي من كلامك. طب ما تيجوا نتجنب كل ده ومن الاول خالص نحاول ان احنا نتعلم نربي الاطفال الصغيرين على ان هو ياخد تاسكات كده، يقدر يشيل الشنطه دي. لا مش قادر، ما اقولش يا حبيبي يا ابني. لو هو قادر وانا عارف ان هو قادر بس بيدلع، احاول معاه ان هو يشيل شنطه، يشيل تاسك، يشيل حاجه، ياخد باله من حد. طبعا مش طول الوقت بس شويه، على اساس ان الطفل ده يكبر عنده حته ان هو مسؤول شويه. صح جدا. مهمه دي في البدايه قوي. صح جدا. والناس اللي بتوع التربيه والبيرنتنج وكده يقول لك مهم جدا تربي الطفل وتعوده على انه يعرف ياخد قرارات من وهو صغير، ايوه، حتى لو قرارات صغيره. شوكولاته نلبس ولا الجاكيت ده اليويو، ولا اه طبعا. نلبس جاكيت ده ولا ده، مم. شوكولاته ولا اللعبه دي، مش عارف. اديله اوبشنز، انت اوريدي عارف انها سيف، يعني عارف ان لو اختار اي حاجه فيهم مش اتس مشكلة. اوكي، بس هو بيختار عشان يتعلم ان هو بيختار ويدفع الكونسيكونسز. لو في نتائج لهذا الاختيار، حاجات تترتب على هذا الاختيار، محتاج يتحمل مم. طبعا بحدود قدرته كطفل، ولكن تربي عضله الايه؟ العضله المعنويه. ايه، العضله المعنويه. هلا ده يا اخويا، قول لي بقى انت، هل ده هلا ده كان فور اوفر عمور. لا خلاص. اوكي، انا خلصت كده. مبسوط ان انا قعدت معاك في الفيديو ده الله النهارده. يكرمك يا عمور، اختم انت بقى عشان انا ما بعرفش اقول طب حاجه. لا بتعرف طبعا. طب تيجي نختم مع بعض. مش يعني. استنونا في فيديو جديد. اوكي. استنونا في فيديو جديد ان شاء الله، ومكملين مع بعض. دعمكم حلو واكيد جميل. يلا اتفرجوا وقولوا لنا رايكم دايما بقى في الكومنتات وكده. باي.